ازاي تتعامل جوه البورصه المصريه؟ محتاج تتعلم تحليل فني، محتاج تبص على شويه الميزانيات، محتاج تفهم يعني ايه مؤشرات رئيسيه، وبعدين محتاج تبص على المدرسه الكلاسيكيه. ده شيء مهم جدا، هي المدرسه الام اللي ابتدت ونشات وبعد كده انبثقت منها مدارس كثيره جدا. طب ايه تاني غير المدرسه الكلاسيكيه؟ اهم حاجه التدريب. لازم تاخد بالك ان انت من غير ما تتمرن جوه البورصه المصريه او من غير ما تتمرن على بلاتفورم حقيقيه هيفضل عندك في عجز حقيقي في التنفيذ. اقدر اكسب من البورصه المصريه في الحياه؟ تقدر مش تكسب من البورصه المصريه بس، انت تقدر تكسب من جميع اسواق العالم. دلوقتي بقت التكنولوجيا فاتحه لك ان انت من اي بلاتفورم تقدر تشتغل، خاصه في وجود الموبايل. ضغط على زرار بقيت موجود جوه السوق العالمي وتقدر تشتغل، تشتري او تبيع. انت في الكورس بتتعلم حاجات كتير جدا، بتتعلم ازاي تتداول على جميع اسواق العالم، سواء بقى هتكون اسهم او سندات او سلع او عملات رقميه، ودي الشيء اللي شاغل العالم كله في الفتره الحاليه. اذا احنا عندنا فرايتي كتيره جدا او تعدد للاسواق بشكل كبير جدا. ايا كان السوق اللي هيبتدي نشتغل عليه لازم يبقى عندك مدرسه واحده مهمه جدا، وهي مدرسه التحليل الفني. هقدر ادرس ايه في التحليل الفني او هشوف ايه في التحليل الفني؟ هنشوف المدرسه الكلاسيكيه، هنشوف النماذج، هنشوف المؤشرات الفنيه، ونطبق كل ده باستخدام بلاتفورم على سبيل المثال تريدنج فيو، ودي من اشهر المنصات الموجوده على مستوى العالم. ده شيء يقدر يخليني ابص على كل اسواق العالم بحيث ان انا يبقى عندي قدره اي سوق احب اشتغل فيه. والشيء الاهم ولازم ناخد بالنا منه ازاي ادير المحفظه بتاعتي، لانه يا جماعه الموضوع ما هواش ان انا ابيع واشتري فقط، هي ازاي ادير الفلوس في حد ذاتها، اداره الفلوس وبعدين استخدام السوق وبعدين في الاخر اخد قرار البيع ولا الشراء. تنظيم هذه الاسواق، مين اللي هيطلع؟ طب لو الذهب هيرجع في قصاده بديل؟ طب هل في لحظه من اللحظات ممكن ارجع واسيب كل العملات الخارجيه واقدر اسيب الذهب والفضه واشتغل على البورصه المصريه؟ ما تنسوش ان البورصه المصريه في فتره من فترات ادت اكتر من 400% خلال سنه واحده. افضل استثمار ممكن تاخده ممكن يكون جوه البورصه المصريه.